السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا متابعينا الأعزاء، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ اليوم يوم استثنائي فريد من نوع استثنائي. اليوم 27 نوفمبر 2024 ميلادي. بإذن الله انطلاق المرحلة الأولى التجريبية لأطول مترو في العالم، مترو الرياض. خدمة استثنائية فريدة من نوعها وليست بغريبة على هذا البلد المعطاء بحكامه الرشيدين الذين يحاولون بكل الطرق والوسائل خدمة المواطن والمقيم ومن يتواجد أو يعيش على هذه الأرض الطيبة المباركة. وهنا أستغلها رسالة لبعض الحكام وبعض المسؤولين والمتنفذين يتعلمون أقل شيء درس كيف تخدم المواطن وكيف تتحمل مسؤولياتك تجاهه وتجاه بلدك. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأنا وغيري وكل مواطن في بلدي لا نطلب شيئا خارقا للعادة أو معجزة نريد تحقيقها أو شيئا مستحيلا يصعب الوصول إليه، إنما هي خدمات، مسؤوليات على عاتقك أوكلها لدى الشعب ومسؤول بها أمام الله سبحانه وتعالى. نفذ عملك، أتقن عملك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. نفذ، اعمل، حاول، اصنع، وإذا لم تستطع برر واعتذر أو تنحى. لماذا هذه البلاد وتلك الشعوب تعيش وتتمتع بالخدمات البسيطة المتعارف عليها ونحن نطالب ونحاول ونسأل ونسعى ولا نجيب؟ في هذه اللحظة سيأتي أبو رأس مثلث ويناقشني ويعاتبني أن الوضع مختلف وأن البلدان تختلف بمواردها الاقتصادية وسياساتها الداخلية والخارجية ولا يستطيعون تنفيذ، ويحاول التبرير وتقديم الأعذار لهم وهي في النهاية أعذار واهية ولا أساس لها من الصحة. نحن لا نقول نريد ناطحة سحاب 5 كيلو أو صنع مصنع طيارات نفاثة أو 25 مترو. أشياء بسيطة سهلة. الخدمات الصحية تنفيذها على الوجه المطلوب وتقديمها بشكل سهل. المواد الدراسية والمدارس، الطرق، البنية التحتية، أسعار المواد الغذائية، التأمين الصحي، الكهرباء. أشياء بديهية في أي بلد. والله الذي لا إله إلا هو أننا نفرح وننتشي فرحا ونعتز ونفخر بهذه الإنجازات والمخرجات التي تسهل حياة الناس، لكن العتبة والخذلان وقمة الانكسار عندما تجد المسؤولين ومن هم قائمين على بلدك من المتنفذين لا يقدمون شيئا، لا يحاولون أدنى محاولة لمحاولة صنع حياة أفضل وتقديم خدمات أسهل وتسهيل الصعوبات على المواطنين. والله مثل ما تشوفون رايحين نجرب الخدمة هذه الاستثنائية المميزة، لكن للأسف تفاجأنا بتأجيل موعد الافتتاح والتشغيل إلى 1 ديسمبر. فبإذن الله إلى ذلك الموعد سنأخذكم في جولة سريعة، أوكي، ونعرفكم على الخدمة ونشوف تفاصيلها والخدمة المقدمة. يلا وإن شاء الله خير. ممكن بعض التسريبات، بعض الخدمات البسيطة اللي قاعدين يسوونها الآن حتى يعني يخرج المشروع إلى النور بشكل مميز استثنائي. والله متحمسين. تو اكسايتد. هذا الغرض الرئيسي طبعا. للأسف سوف تأتي تنتهي من 1 ديسمبر. I know. بس just recording.
فوق. لا لا اوكي، هذه محطة العزية. إلى ذلك الموعد نشوفكم على خير، دمتم بود. السلام عليكم ورحمة الله.